مؤهلات سياحية وقدرات تجذب محبي الطبيعة لتجعل منها قبلة لعديد الزوار والسياح. اليوم سنتوقف عند التحضيرات الجارية تحسبا لموسم الاصطياف. إلى جانب هذه الملفات حوارات ومواعيدنا الإخبارية القارة على رأس كل ساعة، إلى جانب فقرة رياضية. ابقوا معنا. إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض مناطق الوطن والتي تسببت في أضرار كبيرة ببعض الموانئ خاصة خميستي، بوهرون وفوكا، مما أدى إلى توقف النشاط بها، جهود متواصلة اليوم لتحديد حجم الأضرار بدقة كبيرة ودراسة حالة بحالة. في انتظار ذلك إجراءات فورية تم اتخاذها لفائدة الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيدة، وذلك على عاتق الدولة، مع تخصيص منحة للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 و 30 ألف دينار إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة. إجراءات تدخل في إطار تكفل الدولة بمواطنيها في مثل هكذا ظروف استثنائية، وضع يفتح النقاش اليوم للحديث عن مخاطر هذه المهنة بالنسبة للصيادين، خاصة في ظل ظروف مناخية قاسية تستدعي إعادة البحث والنظر في القوانين التي تضبط هذا النشاط وتضمن لمهنيي وحرفيي القطاع الحماية اللازمة. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد درماش معمر، مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. أهلا بكم سيدي وشكرا على قبول دعوة البرنامج. شكرا سيدتي، السلام عليكم وشكرا على الاستضافة والالتفات إلى قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. شكرا سيدي. السيد درماج، بعد التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدناها مؤخرا، نتوقف اليوم على حجم الأضرار التي لحقت بالصيادين وموانئ الصيد بعد عملية الإحصاء التي لا تزال متواصلة. تقومون بعملية دقيقة لجرد كمية الأضرار على مستوى الموانئ والتي تضرر من خلالها مختلف الصيادين. إذن إجابة عن سؤالك سيدتي، أود أن أؤكد لك أن يعني تباعا لهذا الكارثة الطبيعية التي حلت بولاية تيبازا عدة مناطق، ونخص بالذكر منها منطقة خميستي وكذا ميناء الصيد البحري لخميستي. إذن أنشئت خلية أزمة على مستوى دائرتنا الوزارية لأجل يعني متابعة ميدانية وعن قرب لكل مستجدات هذه القضية. وكذا هناك لجنة محلية تحت إشراف السيد والي ولاية تيبازا تعمل من أجل إحصاء الفئات المتضررة وأصحاب سفن الصيد البحري من سفن صيد السردين وكذا الحرفي، أصحاب سفن صيد الحرفي، وأيضا إحصاء المهنيين الذين تضرروا جراء هذه الكارثة الطبيعية. إذن العملية قاربت اليوم يعني تقريبا حوالي 70% يعني من نسبة التقدم، وستكون نتائجها إن شاء الله في الأيام القريبة. وبعد الحصول على هذه النتائج هذه سوف تقوم لجان أخرى، سوف تنشأ أيضا محليا على المستوى المحلي بالتدقيق والتحقق من المعلومات التي وردت من خلال عملية الجرد أو هذا الإحصاء التي تقام على مستوى ولاية تيبازا. طيب، بعد عملية الجرد وإحصاء حجم الضرر الذي لحق بمختلف هذه الموانئ ومختلف الصيادين، سيتم العمل على إعادة تهيئة هذه الموانئ. بالنظر إلى حجم الأضرار السيد درماج، في أي مدة ربما بصورة تقريبية سنتمكن من إعادة تهيئة هذه الموانئ؟ إذن بالنسبة لعملية إعادة تهيئة المنشأة المينائية لميناء خميستي التي هي تتواصل حاليا كما قلت لك تحت إشراف السيد والي ولاية تيبازا وبالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية من مديرية الأشغال العمومية التي تعتبر أول يعني عنصر فعال في هذه العملية، وكذا مديرية النقل التي تشرف على هذه المنشآت المينائية، وممثلة أيضا من قبل شركة تسيير موانئ الصيد البحري.
وكذا الجمعيات الناشطة على المستوى المحلي وغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا الغرفة المحلية للصيد البحري وتربية المائيات على رأسها مدراؤها وأيضا رؤساء الغرف. وهذا من أجل تقرب يعني أمثل لمهنيي الصيد البحري، لأنهم هذا الغرف إن صح التعبير على دراية تامة بالظروف يعني الاجتماعية لهؤلاء المهنيين وكذا ممتلكاتهم، ومن أجل التحقق يعني من كل الأضرار التي تسببت جراء هذا الكارثة الطبيعية. بالنسبة لتهيئة المنشأة المينائية وعودة للإجابة عن سؤالك، هذه العملية سوف تتطلب بعض من الوقت، لأنه ما يخفاش عليك أنه كانت هناك عملية هذا الميناء في حد ذاته كان يعاني من حركة ملاحة يعني مضطربة. علاش حركة ملاحة مضطربة؟ لأنه كانت في بعض الرمال التي كانت متكدسة على مستوى حوض الميناء وكذا المدخل الرئيسي للميناء، ولهذا قد سجلت وزارة الأشغال العمومية بطلب من ملح يعني من مهني الصيد البحري وكذا وإدارة يعني الدائرة الوزارية للصيد البحري والمنتجات الصيدية، قد قامت بعملية تسجيل عملية جرف للرمال المتواجدة على هذا الحوض وعلى هذا مستوى هذا المدخل. ولكن هذه العملية الآن توقفت بسبب هذه الكارثة الطبيعية، لأنه هذه قوة قاهرة يعني لا يمكن التحكم فيها، والآن سوف تأخذ وقت معين، لأنه الوقت يعني الوقت يحدد حسب التوفر الإمكانيات. إذا كما لوحظ يعني في الآونة الأخيرة الولايات المجاورة قد قدمت الدعم اللوجستيكي يعني بكل ما لديها من معدات ووسائل من أجل الإسراع في هذه العملية يعني، وتحت إشراف السيد والي ولاية تيبازا يعني الولاية لم تقصر أي جهد يعني في الانطلاق في هذه العملية، وكذا شركة تسيير موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية يعملون يعني جاهدين ليل نهار من أجل استخراج السفن المتضررة وكذا الإسراع في عملية رفع الأطربة من حوض الميناء من أجل بعث الحيوية على مستوى هذا الميناء وإعادة النشاط على مستوى هذا الميناء، لأنه في الوقت الحالي الميناء متوقف عن العمل، وكان بعض الصيادين يعني توجهوا في بعض الموانئ يعني المجاورة مثل ميناء بوهارون وميناء شرشال، ولكن يعني عملية الصيد تتم ككل يعني في هذا على مستوى هذا الميناء، يعني سفن الصيد المتواجدة على هذا الميناء تعمل بالقرب من الميناء، يعني هذه المنطقة يعني لابد من الإسراع في عمليات استخراج الأطربة من أجل السماح لهذا المهنيين من مزاولة نشاطهم المعتاد يعني على مستوى ذات المنطقة. طيب سيد المال، تتفق معي قلت أنها كانت فرصة أيضا للتقرب من خلال هذه التقلبات الجوية، التقرب إلى هذه الموانئ وتعيين وضعية هذه الموانئ. كيف تقيمون اليوم وضعية هذه الموانئ؟ هل كان لابد من اتخاذ إجراءات مسبقة لإعادة تأهيل هذه الموانئ؟ بالطبع سيدتي، قد اتخذت من قبل إجراءات مسبقة، وهي بتكوين لجنة مشتركة ما بين كما قلت لك قطاع النقل هو القطاع المشرف في الوقت الحالي على تسيير هذه المنشآت القاعدية والمنشآت المينائية، وتعتبر وزارة الصيد البحري يعني ممثلة في مهني الصيد البحري على المستوى المحلي يعني باستغلال هذه المنشآت المينائية، لأنه المنشأ بدون منشأة مينائية لا يمكن أن يكون نشاط صيد بحري ولا يمكن أن يكون نشاط تسويق للمنتجات السمكية. هذه الموانئ تعتبر يعني عنصر فعال في سلسلة النشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. هذا الميناء أو إن صح التعبير هذه موانئ الصيد البحري عرفت في الآونة الأخيرة من جراء يعني عدم تهيئتها دوريا والصيانة الدورية إن صح التعبير، اضطرابات في حركة الملاحة، وهذا من جراء تكدس الرمال على مستوى أحواض الميناء وكذا المداخل الرئيسية لهذه الموانئ. لهذا كان من المستعجل اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل رفع هذه العراقيل التي يعرفها مهني الصيد
البحري وألحوا عليها في جميع المحطات، يعني من أجل رفعها وتسهيل نشاطاتهم أو الأخذ بإعادة النظر في ظروف عمل هذا المهنيين. يعني تعتبر يعني ظروف مساعدة لما يكون هناك ميناء مهيأ بكل الإمكانيات وكل الإمكانيات اللوجستيكية، وكذا يكون في حوض ميناء يكون عنده غاطس معتبر، وتكون كاين يعني حركة ملاحة معتدلة على مستوى الميناء. بالطبع الصياد لا يجد صعوبة في الدخول والخروج من وإلى الميناء، ولكن في ظروف مثل هذه الصيادين الآن يعني محصورين بطبيعة هذه الموانئ التي تعرف كما قلت لك في الآونة الأخيرة عدة اضطرابات في حركة الملاحة، ولهذا أدرجت عدة عمليات لجرف الرمال التي تقوم بها الآن وزارة الأشغال العمومية، لأنها هي مسؤولة على المنشآت القاعدية اللي هي الموانئ، والعملية مستمرة على مستوى الموانئ الأخرى. ولكن بالنسبة لهذا الميناء العملية متوقفة نظرا للقوة القاهرة التي هذا واضح جراء الكارثة الطبيعية. واضح سيد درماج. سيد درماج، هناك عدة إجراءات اتخذت أيضا لفائدة المتضررين الصيادين المتضررين. نتحدث عن أهم هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الضرر عن الذين تضرروا من خلال هذه التقلبات الجوية. بالطبع هنا نستند إلى كل التعليمات التي أسدت من خلال مجلس الوزراء المنعقد هذا مؤخرا يعني يوم الأحد الماضي، إذ أمر السيد رئيس الجمهورية بتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد التي تعتبر مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك يكون بالطبع على عاتق الدولة. كما أقر السيد رئيس الجمهورية تخصيص منحة فورا يعني للصيادين المتضررين تكون ما بين 20 حتى 30 ألف دينار جزائري إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة. وتدخل هذه الإجراءات يعني من ضمن كما قيل يعني في التعليم نص التعليمة ضمن تقاليد الدولة الجزائرية تجاه أبنائها. هذا يعتبر إن دل على شيء يدل على استعداد الدولة التام يعني والمستمر من أجل الوقوف مع هذه الفئات المتضررة أو الفئات الهشة من المجتمع من صيادين وحرفيي الصيد البحري. يعني الدولة الجزائرية بأخذها كذا يعني تدابير أو يعني لما يكون في تعليمات مثل هذه هناك دليل على أن الدولة على دراية تامة وعلى اهتمام مستمر بهذه الفئات من الطبقات الاجتماعية، خاصة لما نستعمل مصطلح التعويض الفوري والآن يكون بسرعة سريعة. كيف نقرأ اليوم سرعة اتخاذ هذه القرارات في مثل هكذا ظروف استثنائية؟ إذا كما قلت لك إذا دل على شيء دل على استعداد تام للدولة للوقوف يعني مع شعبها من صيادين وحتى الشعب أو المواطنين المتضررين في هذه الأزمات. يعني الدولة على دراية بأنه نشاط الصيد البحري أو الصياد إن صح التعبير الذي يعمل على مستوى الميناء يعني بفقدانه السفينة أو بتوقف نشاط الميناء سوف يتضرر حتما. ولكن فيما يخص تحديد هذه المنحة التي سوف تخصص من أجل رفع الغبن عن هذه الفئة يعني سوف يتم تحديدها من قبل اللجنة المحلية كما قلت لك راهي التي هي تحت إشراف والي ولاية تيبازا، وكذا بعد استنفاذ عملية الجرد والإحصاء والتحقق أو التدقيق في هوية الأشخاص الذين سوف يستفيدون من هذا المنح للتأكد يعني من ذهاب هذه المنحة لمستحقيها بالطبع. طيب تحدثت منذ قليل السيد درماش على الهبة التضامنية، هذا التنسيق الذي تم بين مختلف القطاعات لتقديم بعض المساعدات اللوجستية. رأينا أيضا كان هناك تضامن من قبل المجتمع المدني أيضا في الفترة الأولى أو في الساعات الأولى من هذه التقلبات الجوية. نعم هناك دعم كما قلت لك لوجستيكي من قبل الولايات المجاورة كولاية الشلف وكذا ولاية الجزائر العاصمة من أجل تدعيم لوجستيكي لولاية تيبازا للإسراع في وتيرة إنجاز هذه العمليات لرفع الأطربة وكذا استخراج سفن الصيد المتضررة. يعني هذه السفن لابد من إخراجها لتتم العملية بكل سلاسة. ما يخفاش عليك لأن الميناء قد
استحوذ على كل ما جرته هذه الأودية وهذه الفيضانات، كلها صبت نحو الميناء. يعني الميناء الآن في وضعية كارثية، وهذه العملية تتطلب بعض الوقت وتتطلب معدات يعني جد خاصة يعني من أجل استنفاذها أو استكمالها على وجه أمثل. وهذا يعني التضامن يعني ما بين الولايات او ما بين جميع اطراف المجتمع الجزائري معروفه يعني من اذن الازل. في كل الازمات هناك تضامن، وحتى بين الصيادين ان سمحتي سيدتي، بين الصيادين كاين تضامن، احنا ما نشوفوش يعني على الواجهه، ولكن هو ضمن كان هناك وعي وتفهم من قبل الصيادين. بالطبع لأن الصياد على درايه تامه بما تقوم به الدوله من اجل رفع الغمم. سنواصل الحديث سيدي، انتقل فقط الى غرفه الأخبار وموعد موجز الثالثة. تفضلوا. موجز الثالثة مشاهدينا أهلا بكم. بداية وتجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء، انطلقت بولاية تيبازا عملية ترحيل العائلات التي انهارت مساكنها كليا إلى مواقع سكنية بكل من بوهارون وفوكا وخميستي، إضافة إلى تقديم مساعدات لجميع المتضررين شملت تجهيزات وأثاثا للعائلات التي تضررت ممتلكاتها جراء الفيضانات. هذا وتم إحصاء 121 عائلة متضررة بكل من بوسماعيل فوكا والقليعة، حيث سيتم إعادة إسكانهم في كل من بلديات خميستي وبوهارون وفوكا. وبأم البواقي تم الشروع في إسكان المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها بلدية قصر الصبيحي، والبالغ عددهم 11 عائلة في مرحلة أولى حسب الإحصائيات. وبولاية قالما سارعت السلطات المحلية للتكفل بالأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة، كفتح الطرقات وفك العزلة عن الساكنة وإحصاء خسائر الفلاحين الذين ثمنوا قرار رئيس الجمهورية بتعويضهم. في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بعنوان الإصرار 2023 نفذته وحدات الفرقة الثامنة المدرعة مدعمة بوحدات من القوات البرية، وحدات للإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم. المتابعة مع توفيق عجالي. في البداية استمع السيد الفريق أول إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الثانية وقائد الفرقة الثامنة المدرعة، تضمنا الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، حيث جرى على مرحلتين: الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين. وبالميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش، تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادات والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية الليلية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن اكتساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف.
وسد هجمات العدو تقوم الحرمة على دبابات النسخ في تداخل الترددات مع الدفاع الوطني. تنفيذ هذا التمرين أكد مرة أخرى وبصورة واضحة الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وكذا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد أيضا التطور الذي بلغته قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة. عقب التمرين عقد السيد الفريق أول لقاء مع أفراد الوحدات المشاركة، حيث هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالية 2022-2023 خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مشيدا بالنتائج المحققة والتي تتوافق تماما مع ما كان مخططا له، وكذا مع طبيعة وأهداف المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص. في الختام قام السيد الفريق أول بتفتيش التشكيلات المشاركة في هذا التمرين.
في التعاون استقبل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. استقبل وزير الدولة البريطاني وزير الهجرة نائب وزير الشؤون الداخلية روبرت جينيريك. اللقاء سمح بالتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقتي الساحل والبحر الأبيض المتوسط، وهذا في إطار توسيع المشاورات السياسية بين البلدين. في مجال الصناعات التحويلية يعد مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع السيفيطال أحد المشاريع الرئيسة للمجمع الذي يطمح إلى تغطية السوق الوطنية واستحداث مناصب الشغل من خلال تطوير إنتاج الزيوت والبروتينات النباتية المستخلصة من البذور المزروعة محليا. المركب سيدشن اليوم بولاية بجاية ليشرع في إنتاج زيت جزائرية خالصة 100%. وبالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة وفي إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لعيد الاستقلال افتتح اليوم ملتقى دولي بعنوان من أجل إفريقيا آمنة، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد. الملتقى الذي تنظمه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على مدى يومين بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يندرج ضمن نشاطات اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام. وتحت شعار الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان، أعطى اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمركز العائلي ببن عكنون إشارة انطلاق الحملة الوطنية حول مكافحة الإدمان والوقاية منه. الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان لدى المواطنين والمساهمة في الحفاظ على صحتهم واستقرارهم في بيئة عملهم ومحيطهم الاجتماعي. بالعاصمة عرض اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة عرض التقرير الوطني حول التنمية البشرية بعنوان التعليم دعامة لتنمية أكثر شمولا واستدامة، والذي يتطرق لدراسة عملية التكوين المعرفي لرأس المال البشري ودوره في تحقيق أهداف تنمية شاملة ومستدامة. كما شمل التقرير مساهمة التعليم في التنمية المستدامة في الوقت الذي تبدي فيه الجزائر استعدادها للتعجيل بتنفيذ نموذج إنمائي يستند إلى العاهل البشري. اللقاء حضره كل من الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية وممثلون عن المجتمع المدني. والختام في موجزنا بالرياضة، حيث تفتتح اليوم الجولة 24 لبطولة المحترف الأول لكرة القدم بالمباراة التي تجمع بين مولودية الجزائر واتحاد خنشلة بملعب 5 جويلية الأولمبي، فيما تلعب باقي مباريات الجولة غدا الأربعاء. بهذا نصل إلى ختام الموجز. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أجدد الترحيب بضيفي في البلاتو السيد درماج معمر، مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. السيد درماج، اليوم فرصة لنفتح النقاش مرة أخرى حول الضوابط القانونية التي لابد من استحداثها والمتعلقة بنشاط الصيادين في الأوقات الصعبة كالتغيرات المناخية، أيضا فيما يخص الراحة البيولوجية. إلى أين وصل هذا مشروع هذا القانون؟ شكرا على السؤال. إذا إجابة على سؤالك سيدتي، فيما يخص قانون الحماية الاجتماعية لمهني الصيد البحري هو قيد الدراسة يعني من قبل الضوائر، لأنه كان في عمل بالتنسيق مع الضوائر وزارية، كذا من نخص بالذكر منها وزارة العمل وكذا وزارة المالية، من أجل النظر في كيفيات أو ميكانيزمات التي يمكن وضعها عبر هذا القانون من أجل تعويض هذا الفئة من المهنيين في كل من فترة الراحة البيولوجية وعدم إمكانية مزاولة نشاط الصيد البحري، وجراء أيضا التقلبات المناخية والتقلبات الجوية التي تعرفها يعني الموانئ الجزائرية أو الساحل الجزائري ككل، يعني خاصة في فترة الشتاء أو الخريف والشتاء. يعني العمل هذا هو جاري في الوقت الحالي
بطبيعة الحال سوف يعني تكتمل هذا الأعمال، هذا المشروع القانون هذا الخاص بالحماية الاجتماعية في القريب العاجل. هذا من أجل يعني السماح بوضع ميكانيزمات تسمح بتعويض هؤلاء المهنيين في هذه فترات عدم النشاط التي ذكرناها. هذا ما نتمناه. من أبرز تحديات قطاع الصيد البحري سيد درماج هو تكوين الصيادين وإلمامهم بمختلف القوانين الدولية المطبقة خاصة في أعالي البحار، وتعلم أيضا تقنيات الصيد الحديثة. أيضا في مجال التكوين تعمل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعني على تحيين دوري للبرامج التكوينية التي تقدم على مستوى المعاهد والمدارس التابعة للدائرة الوزارية للصيد البحري والمنتجات الصيدية، يعني طبقا للمعايير والمقاييس الدولية للسلامة والأمن البحري. ويتم التأكيد بوجه الخصوص يعني على السلامة والأمن البحري في هذه الآونة الأخيرة، نظرا لعدد الحوادث البحرية التي عرفت في الآونة الأخيرة يعني ارتفاعا معتبرا، وقد مست بالعديد من حياة المهنيين الذين فقدناهم في هذا النوع من الحوادث. وايضا كمحفز اخر يعني من اعاده يعني من تاكيد على ضروره التكوين المستمر وتحيينه لفائده مهنيه الصيد البحري هو التوجه نحو الصيد الكبير او الصيد في اعالي البحار الذي يتطلب امكانيات، يعني سواء امكانيات ماديه من ناحيه السفن يعني ذات الحجم الكبير، وايضا الكفاءات يعني الكفاءات والمؤهلات التي تسمح للطواقم الجزائريه يعني بالعمل بكل اريحيه على مستوى او على مستوى هذا النوع من الصيد، لانه ما يخفاش عليك كاين قواعد يعني ملاحه بحريه وقواعد امن وسلامه بحريه هي صح التعبير ماهيش نفسها، ولكن نوعا ما تكون ذات درجة عالية من درجة عالية يعني شكرا، يعني درجة عالية. ولهذا الشيء يعني التكوين الذي يقدم على مستوى المدارس التابعة للدائرة الوزارية لابد أن يكون مطابق للمعايير الدولية، يتماشى مع المعايير الدولية. لهذا الدائرة الوزارية يعني تأكد على التكوين واستفادة كل الطواقم الجزائرية يعني من هذا النوع من البرامج التكوينية. ونحن نعلم أن حملة صيد التونة الحمراء في أعالي البحار كانت قد انطلقت وتستمر إلى غاية أظن شهر جويليا. نعم. هل ستكون في المرحلة أو تتم بمرحلة عادية أو ستتأثر بالأضرار التي تحدثنا عنها منذ قليل على إثر التقلبات الجوية أو ليست لها علاقة؟ كما ذكرت سيدتي، حملة صيد التونة الحمراء الحية انطلقت يعني في شهر هذا ماي، يعني من ميناء قراية بولاية تيبازا. كانت هناك يعني الانطلاقة الرسمية بحضور السيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الذي أعطى إشارة الانطلاق من هذا الميناء، والعملية الآن جارية بكل أريحية وفي ظروف عادية، والسفن توجهت كلها نحو مناطق الصيد ومتواجدة حاليا على مختلف الموانئ الأجنبية من أجل الشروع في عملية صيد التونة الحمراء الحية، ويعني صيد كل الحصة الخاصة بالجزائر التي قدرت لسنة 2023 ب 2023 طن. إذا بالنسبة للتضرر أو الأضرار التي لحقت بميناء خميستي بولاية تيبازا لن يكون لها تأثير على هذه العملية عند رجوع السفن، لأن السفن هذه تنطلق كلها من موانئ مخصصة للصيد الكبير. يعني هذه الموانئ